السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. عاملين ايه النهاردة؟ بخير دايما يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. بصوا النهاردة بقى الغدا بتاعنا النهاردة ايه؟ هنعمل صينية بطاطس زي ما انتوا شايفين كده. انا مقطعاه صوابع، لو انت حابة تقطعاه شرايح صوابع بالشكل اللي انت تحبيه تبع رغبتك انت، تمام كده. والمكونات هي بطاطس، تمام كده، قطع فراخ، قوطة، عدد 2 بصل، فلفل اخضر، فلفل احمر، توم، طبعا البهارات فلفل اسود، جوز الطيب للفراخ طبعا، بهارات فراخ، قرفة، جنزبيل، فلفل اسود، حبهان. وتعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه. احنا هناخد البصل بتاعنا ده مع الفلفل مع الثوم ونضربه في الكبة. بصي هنزل كده بالبصل والثوم والفلفل جوه الكبه. لو انت ما عندكيش كبه ممكن تقطعي الفلفل بالسكينه قطع صغيره والبصل واضربي الثوم في الهون عادي. لو انت ما عندكيش كبه يعني مش هنقف على حاجه. وضربت البصل مع الفلفل مع الثوم زي ما انتوا شايفين كده، صراحه اسهل من السكينه. بعمل ايه بقى؟ باخد شويه بصل من الكبه واحطهم كده على وش البطاطس، وبسيب شوية بصل احطهم على الفراخ عشان ادعك بيهم الفراخ، تمام كده. هحط الباقي بقى على الفراخ. نعمل ايه تاني بقى؟ طبعا دي رجول والكبدة بتاعت الفرخة. هجيب الفرخة بتاعتي هحطها كده. طبعا انا غسلاها بالملح والليمون والخل ومنضفاها تنظيفة كويسة زي ما انتوا شايفين طبعا، ومنشفاها من المية. هنزل بقى بالبصل كده على الفراخ بتاعتي وهدعكها دعكة كويسة، وبعد كده هرصها على البطاطس. طبعا هنزل بالتوابل والملح، اوعوا تنسوا الملح اهم حاجة الملح، لا الاكلة تبوظ بسبب الملح. هنزل بالتوابل بتاعتي بقى، والتوابل هي زي ما انا قلت لكم، انا بروح عند العطار يا جماعة بخليه يحط لي قرفة وجنزبيل وجوز الطيب وبهارات فراخ، وبكل حاجة بحطها على بعضها وبنزل في قلب الفراخ بالتتبيلة الجميلة دي. بتخلي ريحة الفراخ في حتة تانية خالص. وبرش كده التوابل بتاعتي على الفراخ. واهم حاجة بقى جوزة الطيب دي بتخلي الفراخ في حتة تانية. طبعا مش هننسى الملح، اهم حاجة اوعوا تنسوا الملح، اوعوا تنسوا يا جماعة الملح، اوعوا تنسوه. هدعك بقى الفراخ بتاعتي كده بالتتبيلة الحلوة دي وتحت الجلد كده، وتدعكوا الفراخ كويس. طبعا بقى البطاطس اهي رشيت عليها فلفل اسود وملح. نرص بقى الفراخ بتاعتنا كده على وش البطاطس زي ما انتوا شايفين. طبعا انا دعكه الفراخ بالتوابل كويس، بصوا دعكاه كده كويس. ارص بقى الفراخ بتاعتي على وش الصينيه زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده. انا خلصت الصينيه. اخر حاجه بقى شويه زيت كده على الوش علشان تخليها ايه متحمره كويس في الفرن وتلمع وشها. وبعد كده هنزل بقى بالقوطه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. اخر حاجه هي القوطه كده. خلاص خلصنا الصينيه بتاعتنا. ناخدها بقى ونروح ندخلها في الفرن، مش على الشوايه، هنحطها في الفرن من تحت، هنولع الفرن من تحت كده. يا جماعه احنا خلصنا صينيه البطاطس وده كان شكلها الاخير. ايه رايكم؟ بجد نستاهل منكم لايك ولا لا؟ عاوزه اقول لكم ريحه البطاطس مفحفحه في البيت كله، والله بكلمكم جد. اللي اول مره يشوفني ويتابعني، انا ابداعات مطبخ ام هاجر. اوعوا تنسونا باللايك الجميل بتاعكم لينا، شجعونا ويا ريت تشتركوا في القناه. يا ريت تحطوا لنا يا جماعه اللايك فضلا وليس امرا. وكمان عملنا طبق الرز الجميل ده، رز ابيض. لو انتوا حابين تعملوا رز بشعريه
مفيش مشكلة. تمام. يلا انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.